يا صباح الفل، بما ان النهارده الجمعه جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. جاي لكم النهارده باسهل والذ طريقه تعمل بيها الجلاش في البيت، وبما ان انا ما بحبش الحاجات الساده فانا قررت ان انا هحشيه من جوه، وحقيقي انا ما تخيلتش ان النتيجه هتكون كده ولا هيكون بالحلاوه دي، وقلت بسم الله ودقت اول حته كده وكان الطعم عظيم. وكالعاده لو اول مره تتفرج عليا، انا اسمي محمد الشواتفي، فلو ما عملتش اشتراك في القناه ادخل اعمل اشتراك في القناه دلوقتي، وما تنساش اللايك والشير وتتمنى لنا من قلبك الخير. وعشان وقت الفيديو يا صديقي، قبل ما نبدأ الطريقة كده هتصلي على النبي وتعالى اقول لك عملت العظمة دي ازاي. اول حاجة هنعملها هنبدأ بالشربات. هنجيب حلة كده او اي حاجة غويطة عندك، وتكون مجهز كوباية من السكر زي دي بالظبط، وتنزل بالسكر كده، عشان بعديها هتكون مجهز كوباية من المية وتنزل بيها على السكر، عشان دايما الكوبايات مش قد بعضها واحنا بنتلخبط في الموضوع ده كتير. فهتكون كده المية مغطية السكر بمقدار عقلة صباع زي كده بالظبط. هتجيب نص ليمونة وتكون مطلع البذر اللي فيها، هتحط الكلام ده كله على النار، وأول ما يبدأ يغلي كده هتوطي النار خالص وتسيبه 10 دقايق بالظبط. ده هيكون شكله بعد 10 دقايق بالظبط وهو كده جاهز. مهمتنا إن احنا هنسيبه يبرد لحد ما نحتاجه. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي إننا هنكون مجهزين حلة كده ونبدأ ننزل فيها ب3 كوبايات من الحليب. ويفضل يكون الحليب دافي مش سخن قوي ولا بارد قوي، عشان بعد كده هتجيب 5 معالق من السميد الناعم اللي هو بتاع البسبوسة ده، عليه معلقة من النشا، وتبدأ تنزل بيهم على الحليب الدافي بتاعنا. تكون مجهز تلت كوباية من السكر، هو سكره مظبوط بالتلت كوباية. انت لو مش عاوز تحط سكر في الحشو اصلا ده اختياري. وهتديهم تقليبة محترمة، ومهم هنا انك تدوبهم كويس جدا. تطلع الخليط ده على النار على درجة حرارة متوسطة مع التقليب المستمر، واول ما يبدأ يمسك كده هترفعه من على النار. هنحتاج نص كيلو من الجلاش. انا النص كيلو اللي كان عندي كان ملفوف على بعضه كده، فكنت لازم افرده وابدا احطه كده على اي سطح متساوي عندي. المهم وانت بتفرد كده خلي بالك، عشان خاطر هو بيكون الورق بتاعه خفيف جدا وممكن يتقطع. المهم فردت النص كيلو بالشكل ده كده، وجبت صينية مقاس 30 في 30، وبالطريقة دي كده بالظبط بدأت أضغط عليها، وجبت سكينة. أهم حاجة تكون السكينة حامية، وبدأت أحدد كده مكانها. ولما خلاص حددت كده جبت السكينة برضو بنفس الطريقة بالراحة كده وبهدوء، وبدأت أقطع الجزء اللي أنا عايزه بس، واللي هو طلع معايا على شكل الصينية. والجزء الباقي كده اللي أنا شيلته ده ما تقلقش، هقولك هنعمل بإيه دلوقتي. جبت الصينية بتاعتي اللي أنا قطعت على قدها الجلاش بالظبط، وأنا الوصفة بتاعتي كلها كلفتني نص كوباية سمنة بالظبط. وبالفرشة بتاعتي دهنت الصينية بتاعتي كويس جدا جدا. بعد ما دهنت الصينية بتاعتي بالكامل بالسمنة كويس، جبت نص كمية الجلاش واللي هي كانت 10 ورقات بالظبط. أنا خدت 5 منهم وبدأت أحطها كده في قعر الصينية، وسويت الصينية كويس كده بإيدي، وجبت كوباية من السمنة، وأهم حاجة تكون السمنة سايحة. هبدأ أنقط كده عليها من فوق، وجبت بواقي الجلاش كده اللي احنا كنا مقطعينه، واللي انا قلت لكم هقول لكم هنعمل بيه ايه بعدين، وبدات انزل بيه كده على طبقه الجلاش اللي انا حطيتها. بس اهم حاجه يكون في سمنه محطوطه بين كل طبقه والتانيه بالشكل ده، وده بيفرق جدا وبيدوكوا توريقه كده جميله. ملحوظه، هتعمل نص الكميه اللي باقيه من الجلاش مش الكميه كلها. بعد ما حطيت نص الكميه وحطيت عليه سمنه من فوق كده بنفس الطريقه دي، سبت الحاجه ست الكل ربنا يبارك لي فيها يا رب تكمل، وقلت اروح اكمل الحشو اللي احنا كنا بنعمله. وهو ده القوام المناسب يا صديقي، او القوام اللي احنا محتاجينه. اديت له تقليبتين كده بالمضرب، ونزلت عليه بسنه من الفانيليا السايله، دي اختياري على فكره، لو متوفره عندك تمام، مش متوفره تمام. المهم حطيتها كده واديتها تقليبه في السريع، وهو سخن كده هبدأ انزل بيه في وسط الصينيه. ووزع الخليط براحتك، بس اهم حاجة وانت بتوزع الخليط ما يجيش على الحروف كده، عشان خاطر ما يلزقش في الحروف ويعمل ريحة مش كويسة في الفرن، وده هتكون حاجة مش لطيفة. فوانت بتوزع الخليط كده وزعه بالهداوة وبحيث يكون متساوي كده. اول ما توزع الخليط كله كده بالتساوي وتتأكد ان كده، هنبدأ نمسك الصينية بالطريقة دي كده ونهزها هزتين بس بالراحة. انا مش عايز الخليط يوصل للجناب، ولف لفة الشيفات الكبيرة. حياة النبي محمد، دي اللي هيجيب لي جلطة. ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. المهم بعد ما نزلنا بالحشو وهو سخن كده، هنجيب البواقي اللي كنا مقطعينها من الجلاش ونبدأ ننزل بيها كده. وزي ما اتعودنا طول ما احنا بننزل ببواقي جلاش، بين كل طبقة والتانية هندهن سمنة. وهنكرر العملية دي على بقية الكمية. وحاول وانت بتوزع كده النسبة الأكبر تكون على الأطراف. بعد ما خلصت كمية البواقي كده اللي كنت مطلعها من الجلاش، هبدأ كده أجيب الطبقة التانية اللي هي عبارة عن 5 ورقات، وأبدأ أنزل بيها كده. بعد ما فردتها وسويتها بالشكل ده، هبدأ أنزل عليها من فوق كده بشوية من السمنة،
وهاسيبها تبرد ربع ساعة بالضبط عشان خاطر تكون سهلة معايا في التقطيع. ومهم جدًا، جدًا وإحنا بنقطّع نكون بنقطّع بسكينة حامية جدًا، عشان خاطر ما نبهدلش الجلاش أو نبهدل الورق كده، عشان خاطر الحشو ما يطلعش مننا. بعد ما قطّعتها له مثلثات كده، جِبت نُص كوباية زبدة وبدأت أنزل بيها كده في الأماكن الفارغة أو في الفراغات. ملحوظة بسيطة بس، الخطوة دي مهمة جدًا، جدًا، بعيدًا عن إنها بتدّيها لمعة جميلة أوي وشكل جميل، وبتحمّرها من فوق كده، بس بتفرق في الطعم جدًا، جدًا، وبتنقل الطعم لحتّة سادسة. بس يا صديقي، بعد ما دهناها كلّها كده ووزّعنا الكمية عليها، هنبدأ نوزّعها بإيدينا كده ونكون مشغّلين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 240، وهنسيبه بالضبط 25 دقيقة. وأهم ما في الموضوع لفة الشيفات الكبيرة اللي أنا مش واحد منهم، وده كان شكلها بالضبط بعد 25 دقيقة يا صاحبي. أنا منبهر بالنتيجة وحاسس إن أنا عملت عظمة، بس دي مش آخر خطوة. ما تنساش إن في شربات لسه هنسقي بيه الجلاش بتاعنا، ولو عمل معاك التش اللي هي دي فاعرف إن أنت ماشي صح، ما تقلقش. المهم هتنزل بكمية الشربات كاملة كده عليها وتوزعها كده بإيدك، وهتبدأ تمسك الصينية كده من الجناب وهتحركها بإيدك بالشكل ده كده، هترفعها من كل جنب شوية عشان تتأكد إن الشربات بتاعنا وصل لكل مكان في الجلاش. انت المفروض تسيبها تتشرب من نص ساعة لساعة. انا في الحقيقة ما سيبتهاش حتى ربع ساعة، وجبت القطاعة اللذيذة بتاعتي ونزلت فيها. طلعت معايا بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهنا قلت بسم الله كده، هدوق حتة ونشوف الكلام بيقول ايه. انا بالنسبة لي كان طعمها جميل جدا، سكرها كان مظبوط، حتى سواها في الفرن كان مظبوط. 25 دقيقة بالظبط تقريبا هو ده الوقت اللي انا احتاجته عشان خاطر تطلع قدامكم بالعظمة دي. وانا زيكم كنت بس محتاج اعملها زي اللي بتطلع في المحلات، بس للاسف عملتها احسن من اللي بتطلع في المحلات. وبس يا صديقي، ودي كانت نهاية الفيديو بتاع النهاردة. ولو وصلت معايا لحد هنا فكنت عايز اقولك ان انا بحبك، وخد قلبي يا عم. سلام.